تعرف على أولادك في البيت، وباش كل يوم دير خصومات في البيت. اتقوا الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ذم الألد الخصم، واجعل أن من صفة المنافقين أن المنافق إذا خاصم فجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يعني حتى وانت تظلمك الناس قول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني صائم وإني امرؤ صائم. وصلنا نشوف في مجتمعاتنا الغضب الزائد في رمضان، في السياقة، في البيوت، في الأسواق، في الشوارع، حتى في المساجد. حتى المساجد لم تسلم من الخصومات، من الغضب الزائد. وتجد أنه في رمضان وكأنه غير هو اللي صايم. أيضا من السلوكات التهور في السياقة. نحاول نشوف إخواننا في الطرقات خاصة قبل الإفطار بلحظات تهور كبير في السياقة، ويا كم ماتت أنفس نتيجة التهور. الإنسان يحاول يكون حليم، يكون فيه تأودة وتأني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال لذلك الصحابي: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. الحلم والأنات. أيضا من السلوكات اللي نشوفها في رمضان سلوك التبذير. والله عيب علينا كمسلمين، وبيننا الفقراء، وبيننا اليتامى، وبيننا المعوزين. والله توجع عائلات جزائرية وتشوفوش أنفسكم أنتم راكم الآن كاين مناطق نائية في المجتمع الجزائري والله غير تحتاج إلى مرقة تفطر عليها. وإحنا كم يرمى من الخبز في القمامات، كم ترمى من الخيرات في القمامات. يا إخواني الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله إذا أنعم بنعمة على